حبايبي الحلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد، فيديو كده روتين مشجع لكل البنات وكل الستات. وانا عارفة ان انتوا بتتشجعوا مني كده وبتقوموا تخلصوا اللي وراكوا وبتهدوا الدنيا. فبصوا روتين النهاردة روتين كده ايه يعني راحة البال ومش هنعمل فيه حاجات كتيرة بصراحة. يعني احنا بس هنمسك كده اوضة الاطفال، نهبدها هبدة كويسة كده وننفضها كده ونظبطها، ونديها كده ايه ترويقة عميقة شوية، علشان بقالي بصراحة كتير ما روقتهاش كده ترويقة عميقة. فتابعوا معايا الفيديو، ولو حبيتي المحتوى بتاعي دوسي لايك واشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو كده زيك علشان بيشجعني. وبس كده، تابعوا معايا بقى الفيديو وشوفوا بقى انا هعمل ايه. طبعا مسكت كده المخادة اللي هي المخدة الطويلة والصغنونة، وابتديت ان انا اقلع الملايات يعني وكده، وحطيت طبعا البتاع بتاعتها، الكياس طبعا بتاعتها. انا طلعت يا بنات كوفرتات اطفال. بصراحة انا كنت بطلعها بس في الاعياد، فاهمين؟ انا بقالي سنتين وداخله اهو في تالت سنة يعني وكده ان انا متجوزة. بس بصراحة كنت بخليهم للاعياد، يعني مش بطلعهم اللي هو على طول كده استعملهم، لا كنت بخليهم كده ايه، بقول شكلهم لذيذ وحلو، فمش عايزة ابهدل الحاجة يعني بتاعتي، فكنت بحطهم في العيد. بس حبيت ان انا الوقت ده علشان خاطر زي ما انتوا عارفين انا بنام في اوضه الاطفال انا وجوزي وبنتي، فالجو حر جدا. وبصراحه الكوفرتات بتاعت السراير دي بتطلع رطوبه كده وبتخلي السرير انت حابه تنامي عليه، غير طبعا ما بتفرشي ملايه قطن او داخلها بلاستر، بتحسي ان انت ايه، لا الجو حر من تحتيكي، فاهمين؟ لكن الكوفرتات دي بتدي رطوبة شوية للجسم كده، وبتخليكي ايه انت نايمة حاسة ان الجو كده ساقعة شوية. هو طبعا الجو مش ساقعة خالص، بس الفكرة ان هي ايه، بتخلي فيه انتعاش كده، بدل ما انت تنامي على ملاية كده قطن، او مثلا ملاية قطن داخلها بلاستر، لا بيبقى الجو حر جدا جدا، يعني بتحس ان انتي مش طايقه ان انت تنامي على السرير، كأنك بيطلع يعني يعوذ بالله كده نار، فاهمين؟ بس فطبعا لو انت لسه عروسة او لسه يعني بتجهزي وكده، لا انصحك جدا ان انت تجيبي كوفرتات اطفال، وتجيبي كوفرتة اللي هي برضو للسرير الكبير. دي بصراحة بتبقى تحفة يا بنات. ما بنفرش طبعا تحتها ملايات ولا اي حاجة، هي بتفرشيها كده وبتبقى معاها كيس مخدة طويل وكيس مخدة صغير، وبس كده. هو ده اللي يعني اللي انا بقوله لكم بكل امانة. يعني لو انت لسه بتجهزي، فحطيها كده ضمن الحاجات الاولويات ان انت تجيبيها، علشان هتنفعك جدا. هي واحدة بس اطفال وواحدة كبير، ما تكتريش يعني. بس فطبعا دخلت للسرير التاني، السرير الاولاني كنت خلصته، فدخلت في السرير التاني عملت فيه طبعا نفس اللي حصل في السرير الاولاني. شلت طبعا الملاية القديمة اللي انا كنت فرشاها معاكم، وابتديت ان انا احط كيس المخدة الصغير، وبعد كده احط كيس المخدة الطويل. وهعمل ايه تاني؟ بس كده يعني. هو ده اللي انا هعمله دلوقتي، وبعد كده هقوم جايبه المكنسه بتاعتي، وهكنس الارضيه، او لا هلم السجاد. افتكرت دلوقتي، هلم السجادة وهنفضها، وبعد كده هقوم جايبة جردل فيه طبعا مية كده نظيفة، واحط فيها معطر ارضيات. ومعطر فريدة ده بجد بجد ما بقتش اقدر استغنى عنه، بجد حرفيا يا بنات تحفة. انا كنت مجربة التوت قبل كده، ودلوقتي جربت اللي هو بريحة النظافة. بجد بجد انت كأنك بتبقي محمية الشقة،
يعني بجد قلتلكوا قبل كده ب35 البتاعة بتاعتها يعني الازازة، وفيها 200 ملي، وبتقعد كتير جدا يا بنات. يعني انت بتاخدي غطا واحد بس بتحطيه في جرد المسيح، بصراحة يعني تحفة. انا اقول لكم يعني هو ريحته عاملة ازاي للناس عايزة تجربه. ريحته عاملة زي الصابون اللي هو سافانا او دوف. وتتخيلي بقى زمان لما كنا بنستحمى بقى بيه كده، وتدخلي مثلا مكان حد بيستحمى، او تدخلي تاني الحمام فتشمي الريحة دي. فاكرين يا بنات الريحة دي؟ هو بقى نفس الريحة دي، كأنك انت محمية الأوضة كده بالصابونة دي. بس فبيخلي فعلا في مود كده حلو، وريحة حلوة طبعا للبيت كله. فانصحك برضو ان انت تجربيه، لو انت لسه ما جربتوش لا جربيه. بس ولو انت متابعاني لحد هنا كده ما تنسيش تصلي على النبي، وتكتبي لي كومنت كده حلو زيك، علشان كل الكومنتات الحلوة اللي زيكم بتفرحني جدا وبتبسطني. وتشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وتشيري بقى لكل اصحابك وحبايبك كده، علشان خاطر ايه، ان شاء الله باذن الله نكبر بيكوا ومعاكوا كده، واوصل كده ل100,000. يعني يا بنات بجد كده طموحي، ان شاء الله باذن الله معاكوا هبقى بالمليون، انا حاسه والله العظيم. بس الفكره ان انا ايه، الفتره دي مودي مش متظبط كده، وحاسه ان انا مش عايزه اصور. مش عارفه ليه يا بنات، بقت مخنوقه جدا من التصوير، وبقت كل ما اجي اصور احس ان انا لا مش عايزه. فمش عارفة هل مثلا انا مخنوقة الفترة دي بسبب مثلا سيليا ان هي تعبانة، ولا انا اللي متضايقة، يعني عندي اكتئاب كده لوحدي، ولا مش عارفة بصراحة. فعايزاكم كده تدعولي كده في الكومنتات، وتشجعوني كده زي ما انا كنت بقوم كده واتشجع. وبس كده، هو ده اللي انا طالباه منكم يعني. بس طبعا خلصت زي ما انا وريتكم كده، وفرشت تاني السجادة ورشيت المعطر، وبس كده كنت خلصت الأوضة. حبيت بقى اعمل كده حاجة حلوة. طبعا يا بنات انا كنت بادئة في اوضة الاطفال متأخر، يعني انا بدأت فيها الساعة 6 المغرب او 7. ما كانش ليا نفس خالص ان انا اعمل اي حاجة في الشقة اليوم ده، فقلت ايه هعمل اوضة الاطفال بس. حبيت طبعا اعمل كده حاجة حلوة، فهعمل رز بلبن. فبصوا يعني بجد بجد بأقل تكلفة وحاجات في البيت عندك هتقدري ان انت تعملي رز بلبن. كنت غاسلة كوباية رز كده عندي، فحطيتها في قلب حلة ونزلت عليها ب4 كوبايات من المية، بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الرز هو اللي انا بعاير بيها المية. بس حطيتهم طبعا في الحلة وغطيتها، وبعد كده سبتها لحد ما هي تغلى او تغلي، والرز بتاعي ينفش شوية ويشرب المية بتاعته، ويبتدي ان هو ايه خلاص يبقى قرب يستوي. بس نزلت عليها ب4 معالق كبار من السكر. طبعا انت لو انت بتحبي الحاجة مسكرة هتزودي طبعا سكر، بتحبي الحاجة مش مسكرة قوي تقدري ان انت ممكن تحطي 2 معلقة كبار. بس بعد كده طبعا حطيت السكر وسبتهم شوية لحد اما ايه الرزاية تبقى خلاص اللي هو دايبة في البق، او مثلا اللي هو خلاص قربت تستوي خالص. نزلت عليها باللبن، كان معايا نص كيلو لبن، فحطيتها طبعا في قلب الحلة، وبس هسيبها ان هي تغلي شوية مع اللبن. وحضرت في طبق 1.5 معلقة نشا، وهحط عليهم ربع كوباية كده كده مية، وهقلب كويس جدا جدا علشان خاطر النشا ما يبقاش في تكتلات، ولما اجي احطها على الرز بلبن يعجن مني، او يبقى فيه حتة في تكتلات وحتة لا. طبعا الخطوة دي لازما يا بنات مهمة جدا. طبعا انت لو عندك كريم شانتيه تقدري ان انت تحطي معلقة صغيرة في قلب المية دي والنشا، طبعا بيفرق يا بنات وبتبقى طعمه رهيب. بس قلبت طبعا لما بحط كده النشا مع المية في الرز بلبن
لازم تقلبي بسرعة علشان خاطر ايه ما تعجنش منك او يبقى فيه تكتلات. بس طبعا طفيت كده عليه وقلبته كويس يعني، وطفيت عليه وسبته كده لحد ما يهدى شوية. وبعد كده حطيت ظرفي فانيليا علشان تبقى ريحته حلوة وتبقى طعمه برضو جميل. وبس حطيتهم كده في الاطباق، رصيتهم يعني بنص كيلو يا بنات هتعملي 7 تطبيقة رز بلبن بجد يعني. نص كيلو بس لبن هتعملي 7 تطباق وبس. بالهنا والشفا على قلبكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتير ووصفات حلوة زيكم. بحبكم قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.